بكم إلى لقاء الكبار، إلى قمة الكبار في مباراة كبرياء تشيلسي وفي مباراة تواصل أفضلية نادي مانشستر سيتي. السيتيزنز في استاد الاتحاد يستضيف فريق البلوز تشيلسي، أحد مفاخر لندن الكروية. ماينز 5 على المتصدر اللندني المصر هذا العام على استعادة أيام كوفاشيتش ثالث المونديال، حكيم زياش أسد الأطلسي وهافرز. لابورت في وسط الميدان، ترجع الكرة للمان سيتي، مباراة القمة يلعبون على المرتدة، كرة ممتازة تمشي زياش يخرج كرة هافرز بذكريات استاد دراغاو الافتتاحي في الكؤوس المحلية أينما كان بين كانت في أن تأتي بأسمائها جات بوتر وجراهام، لم ولن يصبح أبدا الآن. كرة بالتدخل رودري وزياش ينتصر في الكونتاكت. وقت اللي يكون عندك اليوم في الدكة إيرلينغ هالاند السفاح، الشالنج والتحدي اليوم سيسجل جوليان ولد الأرجنتين الفارق. غوميش لفيل فودن، ترجع الكرة لغوميش، حط الكرة عن طريق إيميري. في التاريخ ستكون مئوية الفاينلز في استاد ويمبلي، لأنه عام 1923 بدات واليوم يلاعب السيتي، فهل يصعد مرة أخرى؟ كرة من الحارس بالمر يعاود يشوط وسط، يلعب الكرة البلوز تشيلسي من جالاجر. تشيلسي اللي لعب 16 مرة المباراة النهائية، هناك خطأ بإنذار، الحكم هذا يقول زياش ينظر، زياش ينتظر والحكم يقول العب. شوف الكرة هربت عليه هنا، اوب حط بدنه رياض وهدف عالمي يا محرز، عالمي يا محرز، عالمي ويحرز محرز. في السيتي لو تركز في اللقطة كان وقت اللي تشيلسي في الحالة الهجومية، تشيلسي مشكل نفسي، مشكل تكتيكي، مشكل مدرب، مشكل. وجوليان الفارض يحط الثاني في استاد الاتحاد. السيتي يقترب ولكن ليس بعد. علمتني وقت اللي تخسر 3 ماتشات في شهرين تشيلسي. شوف البريس لقات يلوم على ملاحظاته، ولكن هذا حاتم معايا ولا فما غياب الروح وما حمدوش ربه خرجوا منها. كوفاشيتش نحاله رودري، لا نحكي بالفريق الحالي، يمشي بالكرة انطلاق هافرتز زياش والدفاع. كوفاشيتش الانتصار التاسع نهائيا، الانتصار التاسع. ترجع الكرة برناردو خطيرة جدا في فودن وكيبا موجود، فوفانا ويدخل دينيس زكريا. سنرى كيف ستكون مع تغييرات المدرب جراهام بوتر. نقطة مهمة جدا تعرض لها حاتم في الاستوديو وانا متابع، نحكيه على شوط كارثي بأتم معنى الكلمة لفريق تشيلسي. دقائق لعب في الشوط الثاني، تحس انه الشوط الثاني نادي السيتي ما عادش يضغط. كاليدو كوليبالي هو التماس، وبعد 24 سنة من النجاح من هول زياش حكيم أكثر لاعب في كأس العالم في مركزه ربح